السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم حبي نفسك واهتمي بيها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وانا بتشرف بيكم كل اخواتنا اللي انضموا لعيلتنا الجديدة. ويا رب الفيديو يعجبكم ويا رب افيدكم ولو بمعلومة صغيرة. النهاردة جاي اكلمكم عن افضل ترطيب طبيعي للبشرة، وخاصة في فصل الشتاء اللي احنا فيه. طبعا كلنا عارفين ان احنا مع الوضوء البشرة بتاعتنا بتبقى جافة نوعا ما، فهنتكلم على حاجات طبيعية تسدش المسام وتكون طبيعية جدا وما تطلع لناش حبوب وتكون مفيدة جدا لبشرتنا. طبعا النهاردة المنتج الطبيعي اللي هيغنيكي عن افضل كريمات ترطيب وهتجيبيها بسعر غالي جدا. هنتكلم النهاردة على زيت الجوجوبا. زيت الجوجوبا ده بيرطب البشرة ترطيب طبيعي. زيت الجوجوبا اولا بيقضي على علامات الشيخوخة والتجاعيد اللي بتنتج عن الجلد الناشف. طبعا احنا زي ما قلنا ان احنا في فصل الشتاء بنعرض بشرتنا طبعا للوضوء الكتير وكده، فعندنا زيت الجوجوبا مش بيسد المسام وهيخلصنا من علامات التجاعيد والشيخوخة اللي بتصيب بشرتنا من خلال لما الجلد بتاعنا بينشف. وهو مش بيطلع قوامه خفيف جدا واستحالة يسد المسام لان البشرة بتتشربه، وهو غني جدا بفيتامين اي. طبعا هو مضاد اكسدة قوي جدا. زيت الجوجوبا بديل لفيتامين سي. الحاجة الوحيدة اللي بديلة لفيتامين سي هو زيت الجوجوبا. لما هتجربيها تحسي بفرق كبير جدا في النضارة. تعمليه مرة واحدة في اليوم. طبعا الزيت ده لازم يكون زيت نقي 100%. بتجيبيه بقى ممكن من على اي موقع من على النت، او بتجيبيه من عندي عطار بس يكون موثوق منه. ممكن تحطيه تحت العين، على فكرة مش بيسد المسام خالص. وممكن تحطيه بعد عينك بتحطيه على البشرة، وممكن تحطيه تحت الميك اب تحت طبيعي جدا، وبيرطب بشرتك وبيخلي الميك اب شكله افضل بكتير من اي كريم انت ممكن تحطيه، والبشرة بتشربه بسرعة جدا. وهوريكم دلوقتي قوامه. وعلى فكرة نقطتين بيفرشوا جدا، يعني انت نقطتين ممكن تكفي البشرة وبيخلصك طبعا من الجفاف وبيترجع لك البشرة برطوبتها والنضارة بتاعتها. هوريكي القوام بتاعته دلوقتي. دي قطرة بصي، لما حطينا في القطرة منه بصوا ونحط على البشرة بتتشربه بسرعة جدا. بصي بتفرش نقطة واحدة فرشت جامد جدا على البشرة. بصي بيوحد لون البشرة والبشرة بتمتص بسرعة جدا. هو القوام بتاعه سائل جدا. بصوا يعني دقيقتين مش هتلاقيه على البشرة خالص. زي ما قلتلك البشرة بتشربه وبيخلصنا طبعا من الجفاف وبيوحد لون البشرة وبيخلص البشرة من التجاعيد. انصحك بيه في فصل الشتاء، هيكون بديل عن بصي قوامه عامل زي المية. هو ده الاصلي. ممكن تجيبيه زي ما قلتلك من اي موقع من على النت او من مكان انت موثوق منه. اللي انا جايباه دوت من شركة اسمها شركة الكابتن. انا مش بعمل دعاية ليها ولا حاجة، من اي مكان انت تكوني واثقة منه. اهم حاجة ان هو يكون زيت نقي 100%. بتستعملي مرة واحدة بس في اليوم، هيرطب بشرتك. وزي ما قلتلك ممكن تحطيه تحت الميك اب. كده يكون فيديو النهاردة خلص. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.